تحية طيبة مشاهدينا الكرام، ما زلنا معكم في دائرة الحديث عن الفضائيات المغرضة ودورها في المؤامرة على سوريا، ولا سيما قناة الجزيرة التي فقدت مهنيتها وانشق عنها العديد من كوادرها حتى باتت تترنح، كما هو واضح في العديد من تقاريرها وبرامجها الخاصة بالشأن السوري. فتجد بعض مذيعيها يحاورون ضيوفهم وكأنهم رجال عصابات وليسوا إعلاميين مخضرمين، ولا سيما بعد فشلهم الذريع في عزل أي منطقة في سوريا عن الجسد السوري، وبابا عمرو أكبر مثال. بعض القنوات أيضا تلجأ إلى محللين نفسيين لكي يحللوا نفسية الإعلاميين السوريين ممن تصدوا لفضح مثل تلك القنوات. فإعلاميا من المعروف أن الرد يكون بدحض الدليل بالدليل، وليس اللجوء إلى محاولة التسقيط الشخصي والتحليل النفسي، والمصيبة أنهم أيضا فشلوا في ذلك. اسمحوا لنا مشاهدينا الكرام أن نرحب بكم في أولى حلقات سلسلة خفايا بابا عمرو، والتي سنتحدث فيها عما دار في بابا عمرو، وسنكشف مع الأستاذ رفيق لطف الباحث الإعلامي السوري خفايا بابا عمرو. نحييك أستاذ رفيق، وطبعا سنكون معك كل اثنين وخميس، مساء كل اثنين وخميس في هذه السلسلة. استثنائيا الاثنين القادم لن نكون على الهواء بسبب متابعتنا لانتخابات مجلس الشعب، ولكننا سنلتقي مجددا إن شاء الله مساء الخميس القادم. بداية نرحب بك من جديد، كيف ترى الواقع الإعلامي الآن أستاذ رفيق من ناحية الإعلام والإعلام المضاد؟ أول شيء بحييك وحيي كل الأخوة المشاهدين. بالنسبة للإعلام بلا شك الإعلام السوري قطع مراحل كبيرة من بداية الأزمة إلى يومنا هذا. نعم. ومنذ أن تغيرت كثير من الأمور في التلفزيون السوري تحديدا، لأن التلفزيون السوري الآن هو أصبح واجهة كبيرة يتابع من قبل العالم ككل. تطور بشكل ملحوظ، وكان في مراحل، هذه المراحل استطاع التلفزيون السوري من خلالها أن يقدم كثير من الأمور التي كانت تغيب عن سواء المشاهد السوري أو حتى من يعيشون في الغرب أو حتى في الدول العربية. ولا أدل على ذلك من ما ظهر على قناة CNN وغيرها من القنوات، حيث حاولوا بكل الطرق أن يردوا على التلفزيون السوري، ولكن كان واضح أن هناك عجز لم يستطيعوا أن يردوا. قناة الجزيرة من فترة بسيطة البعض لاحظ أنه بدأت تتكلم عن الإعلام السوري، واستقبلوا أحد الزملاء وجرى حوار. وإذا بتتابع الحوار بتلاحظي أنه كان المدعو فيصل القاسم كان واضح في حالة تخبط، يريد أن يتكلم عن الإعلام السوري، وحتى الإنسان اللي يعني ما عنده أدنى إنصاف كان يتكلم ويقول الإعلام السوري فعلا تطور. لكن لاحظت أنا أنه كان الحوار في ذاك اليوم كان ضعيف جدا، كان ركيك، كان مبالغ في أكثر من الواقع. يعني على أقل التقادير إذا كان مثلا فيصل القاسم عنده رأي معين، على أقل التقادير يذكر الجانب الإيجابي تماما، يعني مو يبالغ ويضع أرقام، وإذا قسمته على 4000 وإذا قسمته على 20000. يعني كان واضح أن هناك حقد، وواضح أن هناك انهيار في مؤسسة قناة الجزيرة تحديدا. نعم. الآن مثل ما تفضلتي قناة الجزيرة برامجها متراجعة بشكل كبير، ما عندهم مادة يعرضوها، هم تلقوا صفعة من الإعلام السوري لا أعتقد أنهم سيقفون بعدها. لذلك لا أشك بأن قناة الجزيرة الآن تريد أن تنتقم، وهي تريد أن تنتقم لنفسها بغض النظر عن المسألة السورية والخلاف حول ما جرى من أمير قطر في موفضة سوريا، ولكن الجزيرة تريد أن تثأر لنفسها. لأنه صرفت المليارات على قناة الجزيرة، واستطاع الشعب السوري والإعلام السوري أن يسقط هذه القناة بحيث لم تعد متابعة كالسابق. في تلك الحلقة تفاجأت أن أجد شخص بعد كل هذه السنين اللي قضاها من حياته في الإعلام يتصرف بطريقة مضحكة وغريبة كانت جدا بالنسبة أنا إلي على الأقل. كان متخبط، كان عصبي المزاج. يعني كنت أقول أن هناك فعلا في شخص اسمه عدنان العرعور كان يقف ويقفز ويجلس على الطاولة حينما يتكلم، لكن وجدت أن هناك نسخة جديدة الآن من عدنان العرعور موجودة في قناة الجزيرة. يعني من يشاهد فيصل القاسم فعلا في ذاك اليوم كان فيصل العرعور ولم يكن فيصل القاسم، لأنه كان يعتقد أنه يستطيع أن يقسم ويحرف الواقع
ويخدع الناس. لكن الآن أنا أقول فيصل القاسم لم يعد قاسما بل أصبح مقسوما، والشخص الذي كان معه والذي أراد أن يتآمر على الزميل الأخ سالم اللي كان اسمه على ما أذكر عقاب صقر، نعم. أيضا لم يكن صقرا بل كان غرابا بكل معنى الكلمة. نعم. طبعا ليس فقط قناة الجزيرة، أيضا بقية القنوات كما تحدثنا في المقدمة يعني عملت على إحضار محللين نفسيين لتحليل شخصيات بعض الإعلاميين السوريين. وطبعا إحدى القنوات يعني عرضوا ما عرض على قناة التلفزيون السوري أو حتى على قناة الدنيا وغيرها. نعم. من الحلقات اللي قدمناها، وجاءوا بطبيب نفسي وجابوا 2 معه محللين سياسيين وبدأوا يطرحوا المادة. نعم. هلا أنا كنت أتمنى فعلا أنه فعلا يصير رد، أنه إذا عندهم رد يتفضلوا، بالعكس نحن بنرحب. نعم. وأنا قلتها سابقا وأعيدها، المادة اللي أقدمها أنا لست معصوم، ممكن أن أقع في خطأ، لكن ثقي بالله أني حذر لدرجة كبيرة جدا أن لا أقع حتى في الخطأ. لذلك كنت أضحك حينما أشاهد تلك القنوات تحاول بكل الطرق أن تجد مخرج، ولكن ثقي بالله لم يستطيعوا أن يردوا على شيء، إنما حاولوا أن يشخصنوا تماما، اعتمدوا ساعة على هذا تحليل، سوري ساعة هذا مو سوري. يعني كان كلام ترهات بترهات، يعني لا أعتقد أنه يستحق الرد أصلا. نعم. طيب اسمح لنا إذا الآن أستاذ رفيق أن ندخل في يعني خفايا حلقتنا لهذا اليوم، والتي كما قلنا هي سلسلة خفايا بابا عمرو. سنتابع المادة الفيلمية الأولى في تقرير، هو تقرير يعني عن ملخص بسيط عن بابا عمرو وما جرى في بابا عمرو، وبعدها إن شاء الله نشرح. نعم. في بابا عمرو خفايا تقبع تحت شعار أغصان الزيتون وشعارات السلمية والحرية وصور الدماء وصرخات الأطفال والنساء التي غصت بها شاشات القنوات الفضائية الإخبارية التي اتخذت من سوريا بلد المقاومة عدوا لها، ولعبت دورا قياديا في بث الفوضى وتشكيل المصطلحات الجديدة وتسهيل الإجرام وقلب الحقائق. لكن مهما تدثرت الخفايا بكل ما سبق، إلا أن صوت الحق سيدفعها في النهاية ليفتضح أمرها وليكشف خيوطا تآمرية شكلت سابقا الصورة للمشهد السوري كما تشتهي نفوس ضعاف النفوس والمتآمرين. كتاب فاروق الآن مقاطع مجتزأة تنقل صورة بمعنى مقلوب ومشوه وجه ونظم لها مكتب صحفي منشأ بقيادة مسؤوله عدنان حميد المعروف بخالد أبو صلاح، الذي سقط قناعه ليفصح عن وجه بشع ائتمر وشارك في التخطيط والتلفيق والتنفيذ، واستمر بوقاحة قل نظيرها في تمثيل نفس الدور، متجاهلا سقوطه المدوي تحت أقدام السوريين الشرفاء. لقطات ثابتة لا تتجاوز 40 ثانية انتشرت على مواقع الإنترنت، صورت بكاميرات حديثة باهظة الثمن، أعطيت لمن لا يستطيع تحمل نفقاتها إلا بممول من الخارج، اتصالات بقنوات اشتركت بسفك الدم السوري عمدا وعن سبق الإصرار والترصد، فرق صحفية مهربة ومتسللة عبر نفق يصل بابا عمرو بلبنان تنقلت فيه تحت حماية بنادق السلميين وأعينهم.
أسلحة متنوعة امتلكتها أيد تلذذت بالقتل والسرقة والفوضى لتطلق مع رصاصها وقنابلها حقدا دفينا تبرأ منه الضمير. فمن البنادق الروسية والذخائر وبنادق الM16 أمريكية الصنع وقناصات فال ورشاشات الBKC ورشاشات دوشكا والقنابل المتنوعة من الصوتية حتى الدخانية ومدفع الB10 انطلقت شعاراتهم وتلونت أغصان زيتونهم بدماء الأبرياء. ولكل ذلك مستودع تحت إمرة المدعو أبو بكر شريك طلاب الحرية والدم يوزع وينظم ويتباهى بكل ما طلته يداه من سلاح. تهريب السلاح عبر الأنفاق لم يكفهم في سفك الدماء ولم يشبع نهمهم في القتل، فأظهروا إبداعهم الإجرامي بمصنع للصواريخ أنشأوه خلف مدرسة عائشة أم المؤمنين، وانتهى مخاضه بنوعين من الصواريخ سميا باسم منشئ المصنع ليرضي غروره، أبو عدي 1 أبو عدي 2. إلا أن هذا الغرور لم يصل إلى مبتغاه، فكل غرور ينتهي بالفشل تماما كما فشلت تجارب الصواريخ في مصنع كان يمنع الدخول إليه من قبل أي شخص. فرق صحفية، مجاهدون، سلاح لم تكن فقط حصيلة مخاض أنفاق التهريب والتسلل، بل كان الدواء جزءا من جعبتهم ليصل إلى مشاف أنشأوها لتداوي جراحهم أحيانا ولتكون مسرحا لتمثيلياتهم أحيانا أخرى. فمن مشفى قديم كان مسؤولا عنه أبو بري 28 عاما انتقلوا لإنشاء مشفى جديد في شهر كانون الأول من العام الفائت تحت إشراف طبيبين هما محمد المحمد وعلي الحزوري. أولهما أي محمد المحمد كان يزود الجماعات المسلحة بالذخيرة ويعلمهم بتحركات الجيش، وثانيهما علي الحزوري أصيب في حادثة إطلاق نار وتحول فيما بعد من مصاب إلى مشرف في المشفى الجديد. هذا المشفى الذي ضم بعض الممرضين والممرضات أبو فراس، صفاء، هيفاء، ومستخدمة تدعى أم محمد، وصيدليين هما عبد القادر غنطاوي وحذيفة إدريس. كما جهز المشفى بغرفة عمليات بسرير واحد وغرفة ب3 أسرة للجرحى وغرفة للتحاليل الطبية وغرفة للحالات الإسعافية. بابا عمرو خفاياها كثيرة قد يشيب لها الولدان، لكن الحق لابد وأن يعلو صوته، والصواب لابد له وأن يتغلب على الخطأ. وأغصان الزيتون بطلة المشهد ستنظف من ديدان شوهت طهرها لتعود من جديد أغصان خير وسلام.